بلجيكي، تغطية من إدريسا كوليبالي لاعب منتخب مالي، لاعب صقور مالي، لعب مباراة دولية أمام كوريا الجنوبية وبعدها غاب عن المنتخب المالي. مدافع ينتظر مستقبل كبير إدريسا كوليبالي القادم من الترجي الرياضي التونسي. تونس التي كانت في فترة سابقة ملاذ لعدد من اللاعبين المميزين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء، لكن للامانه في السنوات الاخيره اصبحنا نتابع حضور وازن لمجموعه من المحترفين الافارقه المميزين بالدوري المغربي للمحترفين، ولا ادل على ذلك انتقال بوبلي اندرسون لنادي الوداد البيضاوي ومن بعدها لنادي مالاغا الاسباني. مشات كره محسن ياجور، محسن ياجور مع فيفيون موبيدي، يتخطى محسن ياجور، كره تسدد بعيدا عن مرمى الحارس يونس ارميلي. كانت عنده خيارات اخرى، كان عنده خيار التمرير لجاي كوكو، كان عنده فيفيون موبيدي، وكان عنده لاعب متحرر من اي رقابه. العميد محسن متولي اختار خيار التسديد والكره بعيده جدا عن مرمى الحارس يونس ارميلي. الرجاء الذي لازال مؤمنا بعدالة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مؤمنا بقدرته على الذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. مشات كرة للرجاء ومن بعد نعود للقضية، كرة تسدد تتحول في الزاوية للنسور الخضر، زاوية للنسور في مباراة متوسطة الأداء في الربع ساعة الأولى. قد نتابع رتم مغير في الدقائق المقبلة. كرة ثابتة للنسور الخضر، عمر لحلو يتدخل لتهدئة الأوضاع في منطقة 18 متر. ضربة زاوية للنسور الخضر، الكرة الثابتة قد تغير مسار المواجهة، أن الكرة تمرر، هجمة مضادة لشباب الريف الحسيمي. حسن حظ الرجاء كان عصام الراحكي في مكان يؤهل للحد من خطورة شباب الريف الحسيمي. مشات كرة ممتازة لكن أقرب ليونس ارميلي، يونس ارميلي لعبها بسرعة من الطرف الأيمن لنادي شباب الريف الحسيمي. أسامة الحلفي، أسامة الحلفي، كرة ضائعة تعود من عادل الكروشي لخالد العسكري. كما قلت الرجاء لا زال مؤمنا بعدالة الكونفدرالية الافريقية. الرجاء الذي استأنف قرار الكونفدرالية بخصوص اشراك اللاعب الغيني مامادو باكامارا في مباراة حورية كوناكري ورجاء عن دوري ابطال افريقيا. ان كرة لرجاء، كرة لرجاء، كرة صعبة لرجاء وتدخل دفاع شباب الريف الحسيمي. مشات كرة شباب الريف الحسيمي، هذه كرة صعيبة، كرة صعيبة للشباب. أسامة الحلفي، أسامة الحلفي عنده نبيل ومغار لوحده في القائمة الثانية. مشات كرة للشباب، كرة تمرر بعيدة جدا عن مهاجمي شباب الريف الحسيمي وضربة مرمى لخالد العسكري. الرجاء كما قلت سيستأنف القرار وسيتوجه محمد سيبوبا الكاتب العام وسعيد بوزروات المدير الإداري والمحامي البلجيكي غريغوري ارناس لاستئناف القرار لدى الكونفدرالية الافريقي لكرة القدم. القضية التي تتعلق اليوم بمامادو باكامارا، مامادو باكامارا في بحث صحفي بسيط فقط لدى بعض الزملاء من الصحافة الغينية وبعض الإداريين بالأندية الوطنية، عنده ملف أسود في الكونفدرالية الإفريقية. ماشي دي القضية الأولى اللي تورط فيها مامادو باكامارا. مامادو باكامارا أول نادي لعب له هو نادي ساتيليت بالبطولة الغينية، كان من المتوقع أن ينتقل لنادي لوكران البلجيكي، لكن لعب لنادي حافيا كوناكري ومن بعد لنادي اولمبيك خريبكا. هذا الليتيج الاول في الكونفدرالية الافريقية. من بعدها كان عنده مازال عنده عقد سنة رفقة اولمبيك خريبكا، لكنه لم يحترم العقد وانتقل لبلد اخر. علامة استفهام فهاد النقطة بالذات. هذا الليتيج الثاني، والليتيج الثالث او القضية الثالثة التي تتعلق بمامادو باكامارا هو عدم احترامه لعقده مع النادي الليبي اللي لعب ليه في البطولة الليبية. يعني عنده ملف اسود بتمام والكمال، وبالتالي الرجاء مطالب اليوم بان يبحث في تاريخ قضايا شائكة لهذا اللاعب ان اراد فعلا ان ينال رضا الكونفدرالية الافريقية، لانه ما يهمش تمثيلية غينيا في الكونفدرالية الافريقية وشيء من هذا القبيل. ما يهمه انه الرجاء لازم انه يدافع على هذه القضية الى غاية اخر